الامام عبد القادر يحبوا تزاير بس ما يحبوش الظلم. الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وصف الله جل جلاله في القرآن الكريم الذين آمنوا بأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني من أوصاف الذين آمنوا أنهم يطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه، لحب الله فقط، لوجه الله فقط، ما يحوسوا على شهرة ولا يحوسوا على آسم ولا يحوسوا الناس تشكرهم ولا يحوسوا أي شيء. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واحنا يرانا في بلد والحمد لله بلد غني، يعني بلد يستطيع أن يطعم قارات بأكملها. إفريقيا بأكملها تقدر تأكل من الجزائر وتشبع من الجزائر، لعل كل فقير في العالم يقدر يأكل من الجزائر. بلد فيها كل خير، ربي أعطى لها كل خير، أعطى لها الجبال، أعطى لها السهول، أعطى لها الوديان، أعطى لها البترول، أعطى لها الغاز، أعطى لها الشباب، أعطى لها الطاقة الشمسية، أعطاها الفلاحة، أعطاها كل خير كل خير، وأعطى لها من أجود أنواع البترول عندنا، أجود أنواع الغاز عندنا، أجود أنواع الذهب، أجود أنواع البطاطا، أجود أنواع الفواكه، أجود. يعني يا ربي سبحانه اجعل هذا الجزائر مخزن لكل خير. ورغم ذلك ذاب قلبي، ولا شك أن قلب كل مؤمن فوق الأرض قد ذاب وهو يسمع أن عائلة جزائرية من الأبيض سيد الشيخ يتبرعوا ب5 بناتهم، تبرعوا بابناتهم، مدوهم للناس أعلاه بسبب الفقر. بلد غني وشعب فقير، أعلاه لماذا؟ كيف؟ هذا قاع من سوء التسيير، هذا قاع من الاختلاسات، من السرقة. الله يرحم السراقين تاع بكري، الله يرحم السراقين تاع بكري نشفى وأنا صغير. كان السراق يطلع في الحافلة يسرق تصدام تاع كاش واحد يصيب فيه 2500 3500، يروح يهبط لعند حمد اللبان كاس كروط خبز بالفرماج وياكل، يسرق باش ياكل. ولا كان يروح يسرق سروال يلبس. يا جماعة الآن أنا نسمع واحد سرق 12000 مليار، 12000 مليار. واحد مسكين هذا قال لك ما سرق غير 3000 مليار. واحد قريت عليه سرق 21000 مليار. وين كيف هذا؟ من أين؟ واحد اغتال شعال 48 سكنة، يعني زور ودا 48 سكنة. هذه مصيبة نزلت بالأمة. اتقوا الله يا ناس. مرات تتبرع ببناتها 5 مدتهم علاه لأنها ماشي قادرة تصيب لهم الغذاء، وإذا صابت الغذاء ما عندهاش العشاء، وإذا عندها العشاء ما عندهاش الغطاء. يعني 5 بنات مدتهم للناس والكبدة تاعها محروقة، ولما تكلمت قالت أنا لو كان نصيب دار ونجتمع ببناتي مدابية نجتمع ببناتي. أبي يمد بناته، شبابهم يبيعوا في الكلاوي تاعهم. شاب جاي للدنيا ما عندوش يبيع الكلية لأنه يحشم كل يوم يروح لباباه، يا بابا أعطيني نشري صباط وهو في عمره 30 سنة، يا بابا أعطيني باش نروح للحفاف،
يا بابا اعطيني باش نطلع في الحافلة، يا بابا اعطيني. حتى في النهاية غلقت عليهم الأبواب، ولما فتحوا لهم باب الحرام. روح اللونساج تعطيك قرض بالربا، علاه فتحتوا لهم الحرام؟ علاه ما تنحوش هذيك 1%؟ علاه هاكو تعلنوا الحرب على الله؟ علاه الشباب دخلتوهم في الحرام؟ راهم كاع جايبين فرقونات ومصصونين وقاعدين ما كاش خدمة، لأن الربا ما فيش بركة. يمحق الله الربا، يمحق. ما معنى يمحق؟ يستحقوا، يدمروا، ما يخلي فيه والو، لا يبقي فيه شيء. غلقوا لهم الأبواب، ولما فتحوا لهم باب الحرام نحيوا لهم 1%، نحيوا لهم 1%. أعطي له قرض حسن، عيط له أعطي له قرض حسن. المال لو كاين، حتى أصحاب السكنة ما راكش قادر تعطي له سكنة، أعطي له دراهم، عيط له قل له هاك 1.5 مليار، يروح يشري سكنة ومن بعد يبدا يخلص بالتقسيط. وراي المشكلة يا أخي، هذا شعبك وهذه أمة تاعنا، وهذو دراهم تاع الجزائر، والجزائر غنية والأموال كاينة، الأموال كاينة. راحوا داروا لنا مهرجان الثقافة الإفريقية، جابوا لنا كاع لي زافريكا يشطحوا في العاصمة، إفريقيات عريانات باش مغطية بهذيك الورقة تاع البنان، مغطية روحها بالورقة تاع البنان في العورة تاعها، وتشطح لنا بالقرقاب في العاصمة، والشعب كاع يشوف. راحوا صرفوا عليهم ما نعرف شحال، قال لك 9000 مليار باش نعرفوا الثقافة تاع العريانين تاع افريقيا. ومن بعد هو زادوا قال لك نديروا مهرجان السنة الجزائرية في فرنسا، باش زعما فرنسا يقولوا يعرفوا الثقافة الجزائرية. يعني كل فرنسا ما تعرفش الثقافة الجزائرية، يا فرنسا قعدت في الجزائر 132 سنة تعرف الثقافة الجزائرية غير ما كان له. وراحوا كتبوا لنا في الورقة تاع الثقافة الجزائرية واش قال لك؟ قال لك العالم كاع مال في جيب 8 رقصات، 8 شطحات برك. الجزائر طلعت ب 12 رقصة، 12 شطحة، شطحة شاوية، شطحة قبيلية، شطحة عاصمية، شطحة تركية، اطلع بها. قال لك ادينا لهم 12 شطحة، شحال؟ روح بها ما نعرف شحال. قال لك كيف 9000 مليار باش يعرفوا الثقافة الجزائرية. كل فرنسا ما تعرفش الثقافة الجزائرية. فرنسا تعرف حتى الخريطة تاع الزيقوات في الجزائر. شتو الزيقوات؟ الزيقوات الجزائر ما عندهاش خريطة، فرنسا عندها الخريطة. فرنسا خلات لنا 12 مليون لغم، 12 مليون قنبلة موجودة في الحدود، ما عطاوناش الخريطة نتاعها. الخريطة ما عندناش وفرنسا عندها، والثقافة الجزائرية ما تعرفهاش. روحوا انتم ب 9000 مليار باش يولوا يعرفوا الثقافة الجزائرية. على بالكم صرفوا على هذه المهرجانات اللي ما عندها حتى معنى، على هذه العراية تاع افريقيا اللي راحوا جابوهم منا يسطحوا في العاصمة. العورة تاعها تبان، والله غير العورة تاعها تبان، مغطية غير بالحشيش، غير بشوية حشيش هكذا. الناس ما فهمت والو. صرفوا قسمة يمدوا ويبنوا 18000 مسكن، قيس 18000 مسكن راحت هباء منثورة. و5 بنات تمدهم يماهم لأن ما عندهاش واش توكلهم، ما عندهاش واش توكلهم. يا وزيرة التضامن، يا وزيرة التضامن، النضال ماهوش في الفنادق. احنا رانا ضد النضال في الفنادق ولا الحوار بالبنادق. النضال راهو مع الشعب لتحتها، مع لي بوط. روحوا شوفوا الشعب كيف هو عايش، روحوا لعين قشرة، روحوا لتيارت، روحوا للكريمية، روحوا شوفوا الشعب لتحتها كيف هو عايش. اللي ماشي صايب واش ياكل، ماشي صايب واش يشرب. ناس هي تشرب الماء من الزيقوات، ناس هي تشرب. ولما كنا نقولوا هذا الكلام كان يقول لك ما كاش منها، هذه مبالغة. مرأة راكو شتوها وشابة صغيرة وراجل يمد 5 بناته، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ندائي لجميع المحسنين، أيها المحسنون يا اللي عندكم الدراهم وراكو حايرين واش تديروا بيهم، يا اللي عندكم الدراهم وراكو تحوسوا باش تزكوا هاي العائلة هذه، أشري لها مسكن، أشري لها مسكن، وروح شوف حانوت كرهوا لها ولا شريهوا لها ولايم هذه العائلة. والله قال عليه الصلاة والسلام: من أدخل السرور على بيت مسلم
لم يرى الله له جزاء إلا الجنة. لم يرى الله له جزاء إلا الجنة. واحد الراجل شرى كبش تاع العيد، كبش العيد، ولادو يلعبوا به، هرب لهم. كي هرب لهم دخل فيه واحد الدار، جرى هو موراه دخل هذيك الدار، كي دخل صبي يتامى شادين هذاك الكبش، ما قدرش ينحيه لهم، خلاه لهم صدقة. مات هذيك الليلة، صابوه مغسل مكفن يريح برائحة المسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه على بالي تزاير وكانت تقاس هذا يولي اكثر من انا عبد القادر. يحبوا تزاير بصح ما يحبوش